اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال، اللهم آمين يا رب العالمين. قبل ما ندخل على الفيديو كده ما تنسوش اللايك، واللي لسه ما اشتركش يشترك ويفعل الجرس اللي جنب الاشتراك، تعملي الكل يا ست الكل. طبعا بحبكم في الله يا أغلى وأحلى متابعين في الدنيا، بحبكم في الله جدا 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 والله العظيم بحبكم، يعني بحبكم وبفرح قوي بكومنتاتكم. ما تنسوش بقى تحطوا لي كومنت كده حلو زيكم، بفرح جدا جدا ما بلاقي كومنت كده بصوا بيشجعني بيخليني كده يعني ان انا اكمل. ربنا يكبر خاطركم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين، ويسعدكم ويفرح قلوبكم جميعا يا رب، ويجعلها سنة سعيدة عليكم وعلى الأمة الإسلامية كلها بخير ويمن وبركات، اللهم امين يا رب العالمين. انت قاعدة كده ليه يا ام رهف وفرشة في السوق؟ كنت في السوق يا حبايب قلبي. يوم السوق ده بقى يوم يعني يوم طويل. طبعا ريان منكد عليا، فاكتر حاجة في الفاكهة دي بجيبها الموز والله بصراحة يعني. ليه؟ لان ريان بيحب الموز جدا جدا، وماليش نفسي انا كمان افطر. لا هفطر ايه؟ اقشر لي كده 7 موز واكله وانا قاعدة. يعني تقريبا كده انا خلصت التسويقة، وكنت لسه خلصت السوق، وجيت بقى ان انا ايه، خلاص بقى هعمل التسوية بتاعتي. هو عندي البوتاجاز زي ما انتوا شايفين كده نضيف، والمواعين غسلها من بالليل وبتتصفى، يعني الدنيا فل شمعة منورة على قد. بس ايه، كنت جايبة الفاكهة والحاجات دي كلها رصتها، جايبة موز برتقان استفندي خوخ بتاع فراولة قصدي، وجايبة كمان فلفل وشطة وبتنجان وايه، وزي ما انتوا شايفين كده حبيب قلبي، وجايبة كمان صابون ابيض من السوق و... وجايبة ايه وطماطم يا مرف وبطاطس وكده يعني. بصوا انا والله العظيم بصراحة والليمون، انا مش كنت ناوية ان انا انزل السوق خالص اصلا، بس شفتوا نزلت جبت الحاجات دي كلها. بحبكم في الله، ما تنسوش اللايك بقى اللي وصل معايا لعند هنا، ما تنسوش اللايك. طبعا رحت فين يا مرهف؟ رحت بصراحة انا حطيت يعني دمجت مقطع قبل مقطع. بصوا انا اتبهدلت من الدخانة، يعني زي ما انتوا شايفين كده حالي ومحتالة يعني، طرحتي اتفك وعينيا عميت. زي ما انتوا شايفين كده انا مش يعني، بصراحة موضوع صعب. الدخانة بتبقى صعبة، بس بقى يعني شوية السمك دي في الفرن ده بتبقى حاجة يعني خيال الطعم. زي ما انتوا شايفين كده ده اول الفيديو اصلا، بس انا دمجت الفيديو غلط. الدخانة دي نعمت عينيا بصراحة. ليه بقى؟ الجو بقى الشمس مش بيبقى فيه شمس على القش والكلام ده، فبيبقى فيه ندى، الجو شاتي كده، فالقش بيدخن معاكي. بتحميه الاول حمي يعني، تحميه جامد وتجيبي شويه رد كده تشوحيهم، لقيت الرد اتحرقت في ثانيه، يبقى كده حمي معاكي وبقى زي الفل. انا بقى بعمل كده في الفرن الغاز برضو، ده برضو في الفرن القش تعملي كده كمان. انا طبعا قصيره مش نايله الفرن من جوه، او ببعد من بعيد، عشان انا مش قصيره ولا حاجه، انا بهزر معاكم، انا بس بعمل القش وانا كده عشان الدخانه بتيجي في عيني اصلا. فمش شايفة، خالص، مش شايفة من الدخانة. بس بقى الشوية بتاعت السمك دي بتبقى الطعم خيال، الريحة خيال. هو صحيح هدومك كلها بتبقى دخان، واكيد هتغيري يعني بعديها، او تاخدي شاور بعديها، او عينيك اتعمت خلاص يعني، عينيا خلاص. زي ما انتوا شايفين كده انا حميته الاول، يعني حميته جامد، وبعد كده بقى حطيت السمك كنسته الاول. تكنسي بقى العرصه بتاعه الفرن دي كويس كده باي حاجه، عزك الله مقشه قديمه اي حاجه، لو شويه قش نضاف كمان تكنسيها. وبعد زي ما انتوا شايفين كده السمك طلع معايا. طبعا انا كنت عامله التمليحه بتاعه السمك، احنا بنقول عليها تمليحه عندنا، مش عارفه انتوا بقى عندكم بتقولوا ايه. طبعا هي عبارة عن طماطم وفلفل وليمون وشطة وملح وتوم، وشوية زيت وشوية بهارات. وريان بقى عمال بيتدلع ويقول لي سمك، قلت او بقول لكم بقى ما تنسوش اللايك لماما وفعلوا الجرس واعملوا لها كومنت حلو. يعني بصوا استاذ في الكلمتين دول، استاذ. طبعا انا كنت فردت السمك ده وعايزه افرد السمك تاني، فما بحبش ان انا احط فوق بعضه،
عشان ما يتريش مني. فطبعا ده برد وكده، رحت بقى املح شويه تانيين دول، حطيت القفص ده واحط عليه شويه القش كده عشان يصفي معايا السمك براحته كده زي ما انتوا شايفين كده. يا رب دايما اكون خفيفه على قلبكم، يا رب افيدكم لو بمعلومه بسيطه. ما تنسوش اللايك بالله عليكم، ما تنسوش اللايك. يعني المشاهدات عندي وحشه خالص خالص، يعني خلصت السمك كده واتغدينا وبقى مية مية كده. جيت بقى بالليل عشان اعمل بقى، قلت ايه، قعدت كده مع نفسي قلت ايه يا بنت يا ام رهف، قوم اعمل لهم شويه كوكتيل. قمت كده طلعت 3 وحدات مانجا. طبعا بقى ايه، محلاها كده تقشريها وهي متلجة، يعني هي بصراحة صعبة جدا جدا، هي هتتلج ايديكي اصلا وهتخلي ايديكي الموضوع صعب جدا جدا. بس هي عشان لو انت عايزة تاخدي منها وبصوا ما تطلعش حاجة في القشر، يعني لو انتوا شايفين كده ملاحظين ان مفيش حاجة مانجا طالعة في القشر خالص، يعني تقشريها وهي متلجة ما تطلعش معاكي قشر وما تهدرش معاكي خالص. هتقولي يا مراف قشريها وتعينيها كده، بتهدر يا جماعة كتير. والله انا جربت، يعني عملت كيس كده وجربته لقيته بهدر كتير، يعني بيطلع كتير في القشر، لكن كده تفضل زي ما هي صفرة زي الكهرمان زي ما انتوا شايفين كده، هي كده صفرة خالص وما بيطلعش حاجة في القشر معاك اهو. يعني القشرة طالعة مش فيها اي مانجا، يعني ما تقوليش قشر مانجا. زي ما انتوا شايفين كده انا خدت شوية مكعبات، عملتهم مكعبات وهي متلجة كده عشان تتقطع معاكم مكعبات بسهولة. وبعد كده قطعت بقى الباقي، بقية حبة المانجا قطعتها حطيتها في الخلاط. ولازم يبقى الكوكتيل بتاعك يبقى تقيل تقيل، ماشي. زي ما انتوا شايفين كده قطعته واحطه وافرمه في الخلاط. وبعد كده اجي بقى ايه، اقطع الفواكه عبارة عن فراولة وموز وتفاح وحباية جوافة، حباية من الجوافة وشو رهف وريان بقى شغالين بقى مش مبطلين هيصة يعني. فقلت ما اعمل لكم المقطع ده كده اتفرجوا عليه. آه المهم بقى جيت طبعا ازازة المية اللي انا حطاها دي حطاها عشان اخد منها مية ساقعة كان عندي شوية كريم شانتيه يعني وكده، حبيت ان انا ازين الكوبايات بتاعت الكوكتيل والاطباق. فزي ما انتوا شايفين كده قطع برضو الفراولة مكعبات والتفاح مكعبات والموز مكعبات، والجوافة كمان بتشيل البذر بتاعها خالص، ما بتحطهاش ببذرها اطلاقا. زي ما انتوا شايفين كده هي ما بتتحطش ببذرها خالص خالص يعني. عملتها في اطباق كده واجي بقى اوزعها في الكوبايات حبة 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 كده. كل كوباية احط فيها شوية موز وشوية تفاح شوية فراولة شوية جوافة. وبعد كده بحط العصير المانجا اللي انا عملته ومانجا برضو شوية مكعبات مانجا زي ما انتوا شايفين كده. والعصير لازم يبقى تقيل يا حبايب قلبي بتاع الكوكتيل. بس يعني عشان الولاد كده كده ما بيحبوش الفواكه ياكلوها كده، فاستغل بقى واعمل لهم ايه شوية كوكتيل كده. لازم العصير يبقى تقيل زي ما انتوا شايفين كده، هو تقيل والله خالص. والجو كمان ساقع هيتقل وهتحطوه في التلاجة وكده يعني، ماشي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حطيت طبعا كده بقى فرد كمان واحط شوية عصير مانجا. وبعد كده بوزع تاني فواكه تاني زي ما قلت لكم. كان عندي شوية كريم شانتيه خام يعني وكده. فطبعا ايه حبيت ان انا اجيب المضرب واضربهم وازين وش الكوبايات، وعندي كيس حلواني بجيب احطهم فيه وازين المنظر العام بتاعنا. العين يا حبايبي بتاكل قبل البق، صح كده؟ البق العين بتاكل قبل البق. طبعا دي المانجا شوف عامله معايا مكعبات ازاي وزي الفل اهو كده خلاص. مهمتنا انتهت للمكعبات الفواكه والعصير. بعد كده هتدور على ال الكريمه. هعمل كريمه بقى بالمضرب الكهرباء ده. كنتش معاكي حاجه دقيقتين 3 وبتزيني
وش الكوبايات كده، وش الكوكتيل يعني. ورهف بنتي طالعة يعني، بصوا عايزة يعني عايزة تعمل كل حاجة، تعمل كل حاجة كده، ربنا يبارك فيها وتكبر. واقول لها اعملي يا رهف، تقول لي مش عاملة يا ماما حاجة وتسيبني وتمشي. لكن دلوقتي عايزة تعمل كل حاجة هي. انا بضربها بعلمها رغم ان هي مغسلة ايدها والله. وبصوا يعني اولادي مش باكلوا حاجة، اي حاجة لما يغسلوا ايديهم. اي حاجة لو هي ايه، حتى لو كيس شيبسي يغسلوا ايديهم، اي حاجة لازم يغسلوا ايديهم كده. هما متعودين على كده. زي ما انتوا شايفين كده، جبت كيس حلواني وحطيت في الكريمة، وبعد كده قلت ازين وش الاطباق. يا رب دايما اكون خفيفة على قلبكم، يا رب افيدكم لو بمعلومة بسيطة. متنسوش اللايك بقى، واللي مش حابب يتفرج على الفيديو ما يسقطش الفيديو. يا رب دايما، لو مش خفيفة على قلبكم يعني لو حد دخل جديد ومش يعني مش حاببني، خلاص عادي، مش شرط ان هو يشترك يعني. فيا رب دايما اكون خفيفة على قلبكم. بشكر اي حد بيحط لي كومنت ويعلق لي وبيحط لي لايك. بحبكم في الله يا اغلى واحلى متابعين في الدنيا. طبعا انا كنت زي ما انتم شايفين كده عايزه اعمل الصورة المصغرة وبغيظ في رهف بنتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استودعك الله.